إن كتر عدم الرضا بيجيب اكتئاب، بيخليكي تغرقي في الحزن من غير ما تحسي، بيخليكي تبصي لحياتك وكأنها دايما ناقصة. عارفين احنا ليه بنقع على طول في عدم الرضا؟ لأننا طول الوقت بنقارن بيننا وبين ناس غيرنا، على طول مركزين مع الدنيا أكتر من الآخرة، علشان فاكرين إن السعادة في الحاجة اللي ناقصانا مش في اللي عندنا، علشان نسينا إن ربنا حكيم وما بيخلقش ولا يكتب حاجة كده بالعبث، علشان الشيطان بيقعد يذللنا على طول إن حياتنا وحشة علشان نكره ربنا أو نزعل منه إن هو مش عاطينا كل اللي نفسنا فيه. على فكرة الرضا مش استسلام، الرضا قوة. الرضا مش معناه إنك تكسري جناحك وتعيشي مظلومة، الرضا معناه إنك تقبلي اللي حصلك بثقة، وتشتغلي وتعملي اللي عليكي وتطلبي من ربنا. الرضا قوة بتطلعك من جو الاكتئاب وتخليكي شايفة الأمور بعين مختلفة. الرضا عبادة، وعبادة عظيمة زيها زي الصلاة والصيام. عارفة ازاي ترضي